غزالة غزالة حمرا بتشرب مية مية بيرة عندي خواجة خواجة كولر والأهلي ماله زي في دلاله والأهلي ماله الله أكبر. هل لك من تعليق على هذا البيان؟ إذا أمن العقاب أساء الأدب. إذا أمن العقاب اللي هو بيراميد أو مسؤولينه هو اللي كاتب. أنا أول مرة أسمع البيان ده. ما احنا الأيام دي أندية بيانات، يعني كل واحد يصحى من النوم كده. احنا ما فيش مانع، كل واحد من حقه الاعتراض على شيء يرى أنه في صالحه، وفي الآخر بتحكمنا لوائح وقوانين ونظم في الآخر. لكن هو لما يتكلم أنا مش قوة، يعني التجاوز في الألفاظ يا معالي النائب دي مش قوة. أنا ما شفتش البيان، لكن أنا سمعت كلام حضرتك إنه بيسيء للرابطة والاتحاد الكورة، وده مش مقبول طبعا. وأنا بصفة شخصية لو الكلام ده بالنسبة لي يعني يبقى في رد فعل عنيف للي كاتبه. ده بيان رسمي. طبعا، ما انا بقول لحضرتك، لكن الوضع انك انت بتحس ان ناس بتسيء لمنظومه كبيره زي اتحاد الكوره او الرابطه. يعني مثلا يبدو ان اتخاذ هذا القرار اللي هو بتاع استكمال المباراه يشير الى عدم ادراك او فهم للرابطه لابسط اساسيات الرياضه وصحه اللاعبين واعدادهم نفسيا. لا، اللي احنا فيه ده كده منطقه اعراض بصراحه. بيراميدز مش شايف حد قدامه. بيراميدز بيغلط فيك كثروت يا سويلة بنت واحمد دياب، والموضوع ده عدى كده. انتوا خلاص بقى، اللي يتاخد منه بيانه يتاخد منه ساعته. انما الاول الفتره اللي فاتت دي كلها الاهلي كان بيشحت كوره، وتحس ان بعد 10 دقايق من الشوط الثاني البدني كله بيقع. النهارده ما حسيناش الكلام ده. ليه؟ لان بيلعب 3 في نص الملعب، 3 عندهم الباور عالي قوي، مساحه اكتر. ما فيش بقى لا نفخه كدابه ولا فشخره ولا لقطه ولا الكلام ده. النادي الاهلي بيلعب الكره للكره النهارده. جون تاني التالت في جديه، في انتشار صح، في ضغط صح، في كوره فيها سهوله. ما فيش حد بيفتي وما فيش حد عايز ياخد اللقطه وعايز يعمل المنظره وعايز يعمل الفشخره. كل الكلام ده ما كانش موجود. عشان كده تحس ان ده النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي مش متعود على الدلع، مش متعود على الحاجات، لا هو متعود على كده. ده الشكل بتاع النادي الاهلي اللي احنا عارفينه من زمان. يعني بدأ المباراة بالكلام ده. الناس تقول لك لا 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 بكراهية راجل. يا جدعان الامكانيات الفنية عنده محدودة في الحتة دي، مش بتاعته. ده عايز يبقى مفتاح لعب، ده قدراته ان هو يضغط ويقطع ويسلم ويستلم. رسالة الى رضا عبد العال وامثالهم، طول ما الاهلي في نجاح عمرك ما هترتاح. بيوصل رسالة لملاك النادي. احنا بنتكلم اهو، واحنا بنتحارب، واحنا بناخدش عشان لو خسروا حصل حاجه يبقى ايوه. فعاوزين يثبتوا ان هم يعني ايه، لا ده احنا رجاله وبنتكلم وبنقدر نهاجم اتحاد الكوره والرابطه. فالوضع الطبيعي يبقى في رد فعل لهذا الحوار الغير محترم، انه يتهم رموز في الكوره في اتحاد الكوره وفي الرابطه بانهم مش فاهمين. ده اعتقد حوار غير محترم. سيادتك بتقول عشان كده بقول لحضرتك دول ناس برضو اساسهم واساس عملهم استفاده ماديه من صاحب الكيان لكن النادي يعني. طبعا. فبالتالي مش فارق معاه. عشان كده قلت لحضرتك ايه، من امن العقاب اساء الادب. هو عارف ان ما حدش هيعمل له حاجه.
طب وده ليه طبعاً محدش يعمل له حاجه؟ انا فاكر مره، انا متذكر مره يا معالي النايب، تعرف اترفع عليا قضايا فوق ال 100 قضيه بس نشر على مدار عمري يعني. صح. في احد المرات في المحكمه، في محكمه جنايات كمان خد بالك، في المحكمة 4 بيبان، 2 ورا و2 قدام، الأهلي آخر جمدان، كسبنا 4 يا مان. انزل يا زميل، انزل يا زميل، اتأكد ان مدينا لايك متين، لايك متين الفيديو مش في قناة ما تجرسحين للكل، لايكات عشان الحلقة في كل مكان. يلا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. انت في الحاجات دي يا طاهر انت عليك قلق وعليك لغط وفي كلام عليك. انت عامل ماتش كويس الماتش اللي فات، والماتش ده حاجه زي كده ما بقاش في الصوره. انت الكره لما ضيعتها رجعت تاني لجنه التخطيط ان يقول لك ممكن يمشي، انما قبل ما تضيعها كانوا ممكن يبقى في كلام لازم يقعد، وبعد الاسيست ده لازم تقعد بصراحه. وسام ابو علي جاب جون، امال فين الحاج مودست يا عم كولر؟ صباح الفل عم كولر، عم كولر يا اللي كنت اصلا حاططه لنا زي الشوكه في الزور. ما الراجل هو وسام ابو علي ولسه راجع من اصابه وبعيد والكلام ده، وعامل ماتش اللي فات عالمي والماتش ده عالمي وجاب جون عالمي. ايه يا عم كولر صباح الفل؟ ده انت كده ربنا هيحاسبك لو الدوري ضاع، انت السبب بسبب مودست ده، لان في كام ماتش كده ضيعهم منك، واحد زي ده ولا كهربا ولا ده انت لو لعبت خالد عبد الفتاح في الحته دي يبقى احسن منه يا راجل يا عم كولر. بس كولر الفتره اللي جايه يقول لك مش انا اللي جبته، اسمعوا بس الكلام. يا راجل ده مشي من هنا الفرقة فائت، غراب البيت ده هو اللي كان جايب لنا الشؤم ووجع القلب. الاهلي بعد ما مشي يا مودست، بعد ما مشيت الاهلي كسب بال4، انت اخرك تشتغل في المطبخ. طيب انا عندي دلوقتي انديه مصريه، النادي الاهلي نادي حكومي، والنادي الزمالك نادي حكومي، ونادي بيراميدز نادي اماراتي، استثمار اماراتي، صح ولا لا؟ رئيسه اماراتي، وعنده اهم لاعب عنده ابراهيم عادل اللي هو احسن لاعب في بطوله افريقيا، وعنده منافسه شرسه مع الاهلي ابراهيم عادل. انا ممكن كمستثمر اماراتي اقول ان ابراهيم عادل ماهوش رايح. لا، ما هو مستثمر اماراتي بيلعب تحت مظله الدوري المصري، ماليش دعوه بالدوري المصري طالما في لائحه، طالما في لائحه النادي المصري يبقى زي الاجنبي تمشي على الكل. ايوه بالظبط كده، يبقى تمشي على الكل مش على بيراميدز والاهلي والزمالك. لا بالظبط. نمره 2 بقى الاهم يا كابتن ميدو، انا عندي دلوقتي كل سنه هو الدوري باظ ليه؟ الدوري باظ لكثره التاجيلات. طب احنا بنأجل ليه؟ بنأجل عشان الانديه المصريه بتمثل مصر في البطولات الافريقيه. طب دلوقتي مصر هي اللي بتلعب، يعني مصر بقى هي اللي هتلعب. يعني دلوقتي انا عندي الانديه لا يا جماعه لازم نريح الاهلي ونريح الزمالك قبل، ما حدش بيتكلم على فيوتشر ولا بيراميدز ما بيلعبوا في افريقيا، ريح الاهلي والزمالك قبل البطوله، لازم قبلها باسبوع ما اعرفش ايه. الناس اللي بتوصل، هو انا عايز اقول لك على حاجه، ما هو التاجيل ده فيه جزء ايجابي. انا اللي عايز اقول لك على حاجه، رساله لكل زملكاوي، صياحكم طرب. يبقى ما لهم حق يكتبوا. يعني انت النهارده لما تيجي تتهمني ان انا مش فاهم حاجه وما عنديش فكره عن حاجه، ان انت بتشتغل لصالح نادي اخر الاهلي والتزم الصمت، يبقى انا راجل، يبقى انت اللي بتقوله ده صح. لكن انا ما اجي اقول لك لا ده انت راجل اصلا اجير، وانت راجل اصلا بترضي ملاك النادي عشان تستمر في استثمار اموالك عنده، دي قصه تانية وما سيبكش. ده جانب شخصي، انا بكلم حضرتك على الجانب الشخصي. الجانب العملي بقى، لا اتحاد الكوره يقبل حاجه زي كده، ولا الرابطه، ولا الناس اللي موجوده، لان اللي موجودين هنا وهنا افضل بكثير من اي حد فيهم طبعا يعني. طب ايه الاجراء اللي ممكن تاخده الرابطه يا فندم؟ والله مش يعني احنا او مقترحك يعني احنا ما في الاخر ده مش قرار، ده رايك. مقترح الناس دي لازم يعني بناء على البيان ده دول اللي تحول لجنه الانضباط، ده اللي كتب البيان واللي موقع البيان والمسؤول عن الكلام ده يتحول، ولازم يبقى فيه عقوبه ليه، ولازم يبقى فيه رد فعل ليه، والا بعد كده هتلاقي كل واحد يصحى من النوم مش عاجبه حاجه في اتحاد الكوره يروح عامل بيان ويصيب الناس 100 بيان بس لا تهين يا فندم. ما انا بقول لك ولع يا شبانه، طوبه على طوبه، خلي العركه منصوب. انا مبسوط والله مبسوط العلاقه ما بين بيراميدز والزمالك واتحاد الكوره ورابطه الانديه والحكام. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. النادي الاهلي ونادي الزمالك بيجوا لي كاتحاد او كمسؤول رابطه، لو سمحت اجل لي، انا بلعب باسم مصر، لو سمحت اجل لي، انا بلعب باسم مصر، لو سمحت اجل لي، انا عايز اخد البطوله، لو سمحت اجل لي. خلاص اجلت لك. جت مصر تلعب،
فجه في 2 فرقتين بينافسوا بعض، فقال لا معلش انا اسف، نودي انا اسف مش مودي لعيبه من عندي. ليه يا عم؟ عشان انا بنافس على الدوري. طب ما انا كنت باجل لك عشان خاطر مصر، ده مصر اللي هتلعب. لا معلش انا وجهة اسف، نظر كويسه. انا بقى مصلحتي فوق كل شيء. طالما الدوري تاني اجله. ما انت السنه الجايه هتعمل دوري، هتعمل دوري هتختصر فيه 8 اسابيع. كابتن ميدو انت واخد بالك؟ امتى هفضل العب لغايه كابتن ميدو، الناس عايزه تريح. كابتن ميدو الناس عايزه تريح. الناس بقى في الرابطه تتعلم بقى، تتعلم خلاص. لا هيجي ناس جديده، هتيجي بقى السنه الجايه، هتيجي السنه الجايه هيجي ناس جديده. حضرتك داخل السوبر ليج، داخل 5 بطولات، خش يا مفيش باشا. سوبر ليج يا عم، والله كانوا بيجربوا فينا يا باشا خش يا باشا، اللي اعمل اللي انت عايزه. بس انا عندي هو الدوري المصري ده مش فيه رعاه. كابتن خالد احنا النهارده هو الرعاه ده مش انت عايز تكبر اسم الدوري بتاعك؟ الدوري بتاعك ده عمره ما هيكبر طول ما في زمالك وعالمين زي حضرتك كده، مع كامل احترام. هي خربانه خريانه مدريانه، مرار راكب جرار، مرار راكب جرار. ده بيأتمن ان هو محدش مفيش رد عليه. عشان كده بقول لحضرتك ايه، ده راجل عاوز يبين لملاك النادي. انت شايف ان هدف ملاك النادي طبعا كل القصه دي كلها عشان هم بيتربحوا من ملاك النادي، ومش عاوز اقول لحضرتك مبالغ كبيره جدا. انت عندك معلومه يعني؟ لا انا عندي معلومات، يعني مش معلومه، انا بكلم حضرتك على واقع انا عاشرته كتير في الموضوع ده. مبالغ كبيره جدا سيادتك بتقول. اكيد طبعا، يعني هم الناس دي يعني معلش يعني بيتقاضوا اجور ومرتبات خياليه، وبالتالي يعمل ايه الموظف اللي ماسك المركز الاعلامي او الموظف اللي ماسك الشؤون القانونيه او الماليات يكتب حاجه زي كده عشان يقول لهم شوفوا احنا بنتحارب من الرابطه ومن الاتحاد بس اللي عشان ماسك ما ناخدش المركز الدوري الاعلامي او اللي دول موظفين في الاخر، وفي الاخر بيكتب بيان وات ايفر صياغته ايه، اللي بيقرر او لا اداره النادي. ما هو اداره النادي، ما هو انت ممكن يجي لك يا فندم بيان يعبر عن الرابطه في موقف ما، انت تقول لا شيل الالفاظ دي، انا بقول كذا، لان سيادتك في الاخر اللي بتدي الاوكي بنشره او لا. ما هو الكلام ده انت بتتكلم محمد بيه على هيكل تنظيمي ده معمول كده في وقت سريع. هل هيكون رساله لاتحاد الكوره ورابطه الانديه ولجنه الحكام والاعلام الرياضي وكل ما له صله بالاحتواء: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. طوبه على طوبه، خلي العركه منصوبه بين بيراميدز والزمالك وكل الهيئات دي. لا تباتل في اول الفيديو لغايه هنا، فانت برنس البرنيس المستمر تفاس تسنيسه. انت تتاكد مدينا لايك، ما تيجي الفيديو بالشريف قناه مجلس فعل كل شيء عارف كل مكان، استنونا نحن هني ها بدايات كتير. نار بنار. سلام.